Heavy hook, we heard that one go in. Yeah, he's struggling with that. He's hurt, and he goes down for the again. The left body punch. It almost goes down again, and he goes down again. Good inside knee, sends him down again. أهلا بكم أصدقاء في ليلة جديدة من الإثارة داخل الحلبة. نزال اليوم يجمع بين مقاتلين يمثلان مدرستين مختلفتين في القتال. في الزاوية الأولى المقاتل شوزا توليس القادم من أندونيسيا، معروف بنشاطه البدني العالي وكثرة ركلاته التي تربك الخصوم منذ اللحظات الأولى. وفي الزاوية المقابلة يقف المقاتل المغربي أنوار أفاقير، مقاتل يملك لمسة قاضية لا ترحب، لا يتكلم كثيرا لكنه يجعل قبضته تتحدث بالنيابة عنها. نزال لم يطل كثيرا، دقائق قليلة كانت كافية ليشهد الجميع على نهاية نارية لم يتوقعها الكثيرون. قاضية مباغتة أنهت كل شيء قبل أن يبدأ فعليا. فدعونا أصدقاء نتابع ونشاهد كيف انتهى هذا النزال. وللإشارة المغربي بالقفاز الأحمر والقادم من أندونيسيا بالقفاز الأزرق. فرجة ممتعة أصدقاء. Southpaw stance from Tulis. Yes. Can cause some fighters problems. Oh, hard low kick there. Yes, how he got the stoppage last opponent. Oh. Kick for kick, fast counters. Nice punch there from Afakir. Trying to put on the pressure. Tulis with the back against the fence. Heavy hook, we heard that one go in. Yeah, he's struggling with that. He's hurt, and he goes down for the first time. Delivered punch is his strong suit. As we continue, Tulis still recovering likely. Again, the left body punch. It almost goes down again, and he goes down again. Most grueling feeling you can have. Afakir out for the kill. Smells blood. Blood in the water. Tulis tries to. 3 in a row. He's gonna go. Head kick. Oh, hook over the top. Doesn't get the count. Good inside knee, sends it down again. Straight on the same spot. Yeah, that's 3 counts in the round. That should do it. And the fight. Well, there we go. Another first. وهكذا أصدقاء ينتهي هذا النزال. وبعد دقائق من المواجهة المكثفة سيطر المقاتل المغربي أنوار أفاقير على مجريات النزال بكل قوة وتركيز. أسقط خصمه توليس للمرة الأولى والثانية والثالثة، وأثبت للجميع أنه يتحكم في الإيقاع ويعرف متى يضرب بقوة. ومع استمرار الضغط والهجمات المحكمة لم يستطع توليس المواصلة، ليعلن الحكم فوز أنوار بالقاضية وسط هتافات الجمهور وفرحة كبيرة للمغربي الذي سيطر على الحلبة من البداية حتى النهاية. شاركونا ملاحظتكم أصدقاء حول هذا النزال، ونراكم في مقطع آخر. إلى اللقاء.